البكتيريا النافعة والصيام، إعادة ضبط الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي مش أنبوبة أكل وبس، الجهاز الهضمي نظام ذكي شغال طول الوقت من غير ما تحس، جواه عالم كامل من التوازنات الدقيقة. مليارات من الكائنات الحية الصغيرة عايشة في الأمعاء، ليها دور أساسي في هضم الأكل وتنظيم الإحساس بالشبع ودعم المناعة وحتى التأثير على الحالة المزاجية. الكائنات دي اسمها البكتيريا النافعة، وكل ما التوازن بينها وبين البكتيريا الضارة يكون مظبوط، الجهاز الهضمي يشتغل بهدوء، والهضم يبقى أريح، والانتفاخ يقل، والجسم كله يحس براحة أكتر. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسم على التوازن. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل شيء خلقناه بقدر. صدق الله العظيم. الآية الكريمة بتلفت نظرنا لمبدأ مهم، إن كل حاجة في الخلق ليها مقدار وتوازن وحدود. الجسم مش خارج عن القاعدة دي، الهضم له قدر، والأكل له قدر، والتوقف عن الأكل له قدر برضه. الصيام هنا بيجي كتنظيم مش كحرمان، وبيعلم الجسم يرجع لشغله الطبيعي بفواصل محسوبة. وده بالظبط اللي بنشوفه علميا في الجهاز الهضمي والبكتيريا النافعة. لما الأكل بيبقى متواصل التوازن بيختل، ولما يحصل فاصل منظم التوازن يرجع تاني. يعني الصيام مش عبادة منفصلة عن صحة الجسم، الصيام جزء من النظام اللي خلق بقدر. طيب يعني إيه بكتيريا نافعة؟ البكتيريا النافعة كائنات دقيقة مفيدة عايشة في الأمعاء، وبتشارك في شغل الجسم اليومي كأنها جزء من الجهاز الهضمي نفسه. وجودها مش عارض، ده وجود أساسي. هي اللي بتكمل الهضم، تنظم حركة الأمعاء، وتساعد على امتصاص الغذاء بشكل أفضل، وتقلل تكون الغازات والانتفاخ، وتحافظ على جدار الجهاز الهضمي سليم وقوي. لما التوازن بينها وبين باقي الكائنات الدقيقة بيكون مظبوط، الهضم بيبقى أهدى والجسم مرتاح. ولما التوازن ده يختل تبدأ تظهر أعراض من غير سبب واضح. الصيام بيعمل إيه للبكتيريا النافعة؟ الجهاز الهضمي مش بيتصلح وهو شغال طول الوقت، هو زيه زي أي نظام ذكي، محتاج فترات هدوء عشان يعيد حساباته. طول اليوم ومع الأكل المتكرر المعدة بتبقى في وضع تشغيل مستمر، والبكتيريا اللي بتحب السرعة والفوضى بتلاقي فرصتها. الصيام بيغير القاعدة دي تماما. لما الأكل بيقف البيئة نفسها بتتبدل، مصادر التغذية السريعة بتقل، والإشارات العصبية والهرمونية بتهدى، والبكتيريا النافعة بتبدأ تستعيد دورها الطبيعي في التنظيم مش مجرد الهضم. في المرحلة دي الجهاز الهضمي ما بيستهلكش طاقته في الاستقبال، لكنه بيوجهها للترميم وإعادة الضبط. عشان كده التحسن اللي ناس كتير بتحسه في رمضان مش إحساس نفسي، ده نتيجة إعادة ترتيب عميقة بتحصل من جوه، تخلي الهضم أهدى والقولون أذكى والجسم أكتر توازن. طيب هو إمتى الصيام ما يفيدش البكتيريا؟ لما الفطار يبقى عشوائي، لما يبقى فيه سكريات كتير، ناخد حلويات بدري، آكل بسرعة، مفيش ألياف. ساعتها احنا بنغذي البكتيريا الضارة ونسيب البكتيريا النافعة جعانة. الصيام لوحده مش كفاية، الأكل اللي بعده هو اللي بيكمل الصورة. طيب إزاي تدعم البكتيريا النافعة في رمضان؟ الدعم الحقيقي للبكتيريا النافعة ما بيحتاجش تعقيد ولا مكملات غالية، محتاج بس شوية اختيارات ذكية. الأكل البسيط هو الأساس، لأن البكتيريا النافعة بتحب الغذاء الطبيعي اللي الجسم بيعرف يتعامل معاه. يعني هاخد خضروات يوميا، خصوصا الخضروات الورقية، ممكن اخد شوفان وبقوليات، نسبة ألياف كويسة باعتدال، بيوفروا ألياف بتغذي البكتيريا المفيدة وتديها طاقة تشغيل. الزبادي، اللبن الرايب والأكل المتخمر طبيعي بيدخلوا بكتيريا نافعة جاهزة تساعد في استعادة التوازن. الفواصل الهادية بين الوجبات مهمة عشان المعدة تشتغل من غير أي زحمة. المضغ الكويس بيسهل عملية الهضم من أول خطوة. ومع كل ده المية عامل أساسي ورئيسي، لأن من غير مية كفاية بين المغرب والفجر الأمعاء بتجف وحركة البكتيريا تبقى أبطأ مهما كان الأكل صح. الخلاصة، الجهاز الهضمي مش محتاج حرب، محتاج توازن، ورمضان أحسن فرصة ترجع التوازن ده من غير إجهاد. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي اليوم العاشر. السلام عليكم.